الساعة اللي قدام الفراخ دي ظبطت عندي أوزان الفراخ المتأخرة، بجد حاجة كده سعرها رخيص جدا، مش هتكلفني فلوس كتير، هنجيبها من عند أي بقال أو عند أي حد من اللي بيبيعوا العلافة، وهننزلها مع الخل للفراخ في المية ساقوة كل يوم. وشوفوا بقى الأوزان المتأخرة عندنا في الفراخ هتبقى عاملة ازاي. الناس اللي هي سمعت الفيديو اللي قبل الأخير اللي هو بعنوان أسوأ كتكوت، قلت لكم في الفيديو ده ان انا كان عندي اكتر من نصف الدورة اوزان متأخرة بسبب ان انا كان عندي كتكوت سيء، وقلت على مواصفات الكتكوت ده في الفيديو. اللي ما سمعش الفيديو يسمعه وشوف المواصفات دي، لو جت قدامك ما تشتريهاش لان ده كتكوت مش كويس. المهم ان الحمد لله برضو ربنا ساترها معانا. انا قلت لكم في الفيديو اللي عدى ان انا ببيع الفراخ اهالي. في بعض الناس سالتني ببيع ازاي، الطريقه اللي انا ببيع بيها الفراخ. بصوا انا ما بحبش ادي مجهود لحد، عشان انا ابيع بسعر البورصه انا مكلفه فراخي، ولو بعت بسعر البورصه وبعدين ده عدد مش كبير يعني عدد قليل مكسبه مش هيجيب همه، يعني مش هيجيب تعبي طول فتره الدوره. فانا بفضل ان انا ابيع فراخي للناس الاهالي. ابيعها ازاي؟ انزل 5 جنيه في الكيلو عن سعر المحل وابيع الفراخ، انا استفيد وغيري يستفيد. الاهالي اللي هم هيشتروا مني هيلاقوا فرق في الاسعار فهيشتروا من عندي، ده غير انهم هياخدوا فرخة مربية في البيت افضل بكتير من فراخ المزارع. وانا كمان في نفس الوقت هستفيد، مش حد في الاخر تاجر ياخد تعبي وياخد مجهودي. طبعا ابتديت في الاول بعدد قليل يعني 50، وبعدين بقت 70، بعدين 100، بعدين 150، وان شاء الله ربنا يبارك كده واجهز عنبر تاني وازود العدد ده. دعواتكم بالتوفيق ليا وليكم ان شاء الله. بقى ليا زباين ناس معينة خلاص عرفت ان انا عندي فراخ نظيفة بتحب تاخد الفراخ بتاعتي. ناس كتيرة بتقولي انت الفراخ بتاعتك طعمها حلو، مش عارفين انت بتعملي ايه للفراخ. بقول لهم يا جماعة ده الفراخ دي شاربة زبادي وعسل نحل، بس محدش مصدق ان انا فعلا زاقية الفراخ زبادي وعسل نحل. في ناس بقت عندي خلاص اتعودت كده ان هي تاخد من الفراخ عندي، بتاخد كمية تكفيها طول فترة الدورة، وتاخد تخزن في الفريزر لحد ما انا اطلع دورة جديدة برضو تاخد مني. دي الطريقة اللي انا ببيع بيها. معلش يا جماعة انا مش قصده والله ان انا اطول مدة الفيديو، بس انا حبيت ارد على اسئلة الناس دي اللي هي بتسألني السؤال ده بخصوص السقوة. ده الاسبوع الخامس من عمر الفراخ البيضة. انا نزلت 4 فيديوهات قبل كده، كل اسبوع لي فيديو منفصل، وهسيب روابط الفيديوهات دي في صندوق الوصف اللي سمع الفيديو ده وحابب ان هو يكمل باقي الدورة. دي الفراخ اللي هي متبقية عندي. انا ابتديت ان انا ابيع في الفراخ دي من يوم السبت. الاوزان اللي هي مطلوبة عندي في المكان اللي انا فيه الاوزان اللي هي فوق 2.5. الفرخة الصغيرة اللي اقل من كده محدش بيشتريها، او نادر يعني لما بيكون كده في اسرة صغيرة عايزة فرخة وزنها 2 وربع ولا 2 و300. فطبعا بعت الاوزان كلها اللي هي فوق 2.5. الفضل عندي حوالي 85 فرخة وزنهم اقل من 2.5. اخر فرختين بعتهم، حد كان طلب مني فرختين 5 كيلو، ضغطت في الفراخ كلها ما لقيتش غير فرختين. أكبر فرختين كانوا موجودين عندي 4 كيلو و800، يعني في حدود إن الفرخة 2 و400. دول كانوا آخر فرختين بعتهم. طبعا كنت بنزل الصور أنا هقولكوا عليها دلوقتي يوميا. بعد كده على يوم الاثنين ابتدت الناس ان هي تطلب مني فراخ، فجيت طبعا عشان اوزن لقيت الحمد لله ان الاوزان كلها من 2.5 لفوق، 2.5، 2 و700، 2 و600. دي اخر فراخ متبقية عنده الحمد لله، اوزانها كلها كويسة. اخرها ممكن يكون بكرة ان شاء الله يتباع يوم الجمعة. انا بسجل لكم دلوقتي في يوم الخميس، طبعا الفيديو تسمعوه يوم الجمعة. عشان مطولش عليكم، انتوا عايزين تعرفوا طبعا ايه هي السوا. السوا عبارة عن معلقة كبيرة من معلقة الأكل نملاها على الآخر خل، ومعاها نصف جرام من بيكربونات الصوديوم. المقدار ده على لتر المية. طبعا الناس هتسألني تقول لي بيكربونات الصوديوم دي تطلع ايه او بتتباع فين؟ يا جماعة بتتباع عند البقال او عند بياع العلافة، اللي هي بنضيفها للطعمية. البياع اللي بيبيع الطعمية بيحط الكربونات دي عشان ينفخوا بيها الطعمية. هنحط منها نصف جرام بس، مش هنزلها كل يوم مع الخل، يعني ما ينفعش انزل كل يوم من الفراخ خل. الخل هينزل كل 3 أيام مرة. وبعد كده هننزل البيكربونات لوحدها نصف جرام على اللتر المية. نشوف الفراخ هتشرب كام لتر، مثلا في حدود 6 ساعات في اليوم. ونضيف بمقدار كل لتر مية معلقة كبيرة من الخل ونصف جرام من البيكربونات الصوديوم. هي عبارة عن بودرة كده شكلها أبيض، زيها بالظبط زي السكر أو زي الملح الناعم. ده شكل البيكربونات الصوديوم. طبعا احنا موقفين الأدوية، يعني خلاص مثلا أنا ببيع أو بذبح فأنا موقفة الأدوية. ولو في حد بينزل أدوية معينة بيعالج مشكلة معينة عنده مثلا وهينزلها، هينزلها برضو السوا ما فيهاش فيها أي مشاكل. أنا بتكلم عن إن أنا خلاص مثلا خلصت الدورة عندي، مثلا من بعد عمر الشهر هبيع الفراخ، فمثلا أنا موقفة أدوية.
يُفضّل وقُلت قبل كده في فيديو إن ما ينفعش أنزّل أي مضادات حيوية بعد عُمر الشهر، لو هاعالج مشكلة مثلًا زي البرد يُفضّل إن أنا أستعمل أعشاب، طبعًا الأعشاب مش هتعالج المشكلة عشان ما أقولش مثلًا على أعشاب معيّنة وأقول ما جابتش معايا نتيجة، هي بس هتهدّي صدر الفراخ زي النعناع والجنزبيل أو الليمون والجنزبيل، القرنفل، الزعتر، الحاجات دي كلّها حلوة للمشاكل التنفسية. مشاكل معوية الشيح من الحاجات اللي هي الكويسة اللي برضه بتعالج المشاكل المعوية، ولو أنا مثلًا عندي إسهالات صعبة كده مش جايب معاها نتيجة الشيح، أنا ممكن إن أنا أجيب الدوا البشري اللي هو الفلاجيل المطهّر المعوي مع الدوا التاني اللي هو اسمه كابكت، هنضيف 5 سنتي من دوا الكابكت مع قرص اللي هو ال500 أطحنه كويس وأضيفهم على لتر المَيّة وأنزّل مثلًا سواء الفراخ منهم 8 أو 12 ساعة في اليوم، هتعالج عندي الإسهالات. كنت حابة إن أنا أتكلم يعني عن موضوع الأعشاب ده وطريقة تحضيرها يعني بشكل مفصل أفضل من كده، بس في ناس مش بتحب يعني الفيديوهات اللي هي الطويلة. عمومًا لو أي حد عنده أي سؤال أو عنده أي استفسار يتفضل يكتبه معايا في التعليقات، أنا بارد على كل الأسئلة، يا ريت بقى تحطوا لايك للفيديو، ولو انتم أول مرة تزوروا القناة اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي.